تعالوا أخدكم معي على مكان عنا مثله بسوريا، له نفس الاسم بس في شوية اختلافات بسيطة ما كتير بينحكى فيها. طلعت من البيت والجو كالعادة بشهيك تمشاية مثل ما شايفين، الشمس طالعة والسما صافية ما فيها ولا غيمة. طلاب العمارة، هيدا الفيديو كمان مهم لإلكم. وبعد مشوي 5 دقايق وصلت على السوبر ماركت. ما قلت لكم انه عندنا مثله بالبلد، بس الشارع اختلاف اسماء ما اكثر. هون اسمه سوبر ماركت ريبه، وعندنا بالبلد اسمه سوبر ماركت حارتنا او سوبر ماركت ابو فتوح واولاده. على كل خلينا نشوف كيف الترتيبه هون. بنبلش من برا، في عندنا مكان مخصص لعربات التسوق، بتروح بوشك لعنده وبتطلع شو معك فلاطه. اذا ما كان معك فلاطه مثلي عادي ما تاكلهم، تاخذ لك سله صغيره من جوا وبتدبر حالك فيها. ومثل ما شايفين هون في عنا باركينج للدراجات وباركينج مخصص لسيارات العالم يلي جاي تتسوق. وبس بدنا ندخل لجوا رح يفتح الباب لحاله، وبعدها رح نشوف على اليمين قسم مخصص لبيع الاشياء الخاصه بالزراعه، وعلى اليسار حنشوف قسم فيه عده انواع للفحم والتشعيله العالم يلي بدها تشوي. وبيجي عنا كمان باب تاني وكمان بيفتح لحاله. واول ما ندخل بنشوف عنا السلات الصغيره اللي حكيت لكم عنهم. وهون في مكانات ترجيع الاناني بحكي لكم عنها بعدين. واول ما نمشي خطوتين رح نشوف قسم الخضره والفواكه، واللي ياما خورف منه مشتري شغلات ما بتكون لازمتني، بس شكلها وترتيبها ونظافتها مغري جدا، وهي حركه تسويقيه ذكيه منه لانه بيشتغل على مبدا الفاكهه بالنظر، يعني مثل عنا تماما. ومثل ما شايفين في عندهم هون كثير اقسام، يعني هون قسم المكسرات والفواكه المجففه، قسم القهوه والكابتشينو والنسكافيه، قسم المربيات، وقسم التوستات. وهون القسم الخاص بالخبز والمعجنات اللي شكلهم كمان كثير بشهي. وفي عنا قسم اللحوم يلي بيحوي كثير انواع مثل ما شايفين. ويا جماعه اقسم بالله اشتهيت بس شوف البلوره مطبع وموسخ. على كلين بيجي جنبه قسم للجبنه اللي هنا بيكونوا طابخينها. واذا جينا على البرادات رح نشوف قسم الايس كريم يلي فيه كل الانواع يلي بتخطر على بالك. وبالانتقال لهون بنشوف في عنا البيتزا وقسم معجون الاسنان والشامبو وهالقصص هيدي. واذا بنيجي لهون رح نشوف قسم العصائر يلي هو من اكبر الاقسام وعلى مدى البصر. انا وماشي هون لفتني انه في كمان مخرج للطوارئ. وهون في قسم الاسماك، اما هون قسم الشيبس والقصص كمان. وهون قسم الاجبان يلي فيها انواع كثيره منها جبنه الشيدر، بار، موزاريلا، والبارميزان. وهون قسم المفضل عندي اللي هو قسم الشوكولا والبونبون والبسكوت. طبعا مناظر مغريه جدا ما قدرت اقاوم. وبالمناسبه بدي لكم انه انا من جماعه السنيكرز والميلكا، بس ما عاد عم اشتريهم لانه مستمرين بالمقاطعه. وما عم اقول هالامر للرياء، لا والله ابدا، بس كرمال ذكر حالي وذكركم. وما ننسى انه هيدا ابسط شيء ممكن نسويه كرمال اهالينا واخواتنا وكرمال ما نفيد هذوك الاوباش. المهم مسكت هيدي ما عجبتني، قلت تبعيتي بندق اطياب، وهلا لازم اروح اوقف على الطابور تبع المحاسبه لحتى حاسب واطلع. ومن اصل 5 كاشيرات ما كانوا مشغلين غير واحد يلي هو رقم 2. المهم تحرك الدور وحطيت البسكوت على القشاط، وهلا اجى دوري. قلت له بدي ادفع بيتك، اخذت البسكوت انا وطالع. ذكرت انه لازم اخبركم انه في قسم لبيع الكروسان والحلويات، وجنبه في كافتيريا صغيره تابعه للسوبر ماركت. وليكوا هون الزهر والشتلات ما احلاهم. في كثير اقسام موجوده ما قدرت اصور لكم اياها كرمال ما يطول الفيديو. وهون انا عم اكل البسكوت كنت عم فكر انه ليش ملتزمين بالنظافه والترتيب والجمال رغم كبر المكان، ونحن بمحلاتنا الصغيره سمك الغبره 4 سم، غير النشح والفوضى والرخامه على رفوف البرادات وشكل المحلات بجيب الفقر. ان شاء الله تكون وصلت الرساله لكم. سلام.